ازيكم؟ النهارده اول فيديو من سلسله افكار ديكورات. هنتكلم النهارده عن افكار غرف للشباب. كان جالي كومنت من فتره ممكن تنزل ديكورات اوض للشباب، فقلت بالمره نعمل سلسله بنتكلم فيها عن افكار للديكورات، وده هيكون اول فيديو. هسيب لك لينك السلسله في الديسكريبشن، خد لك لفه واتفرج واعرف معلومات جديده. وطبعا عندنا سلسله فيديوهات تشطيب بيتك، هسيب لك برده اللينك بتاعها في الديسكريبشن. بدون اي مقدمات كتير، يلا نبدا بالانترو. مبدئيا كده خلينا نقول ان كل واحد فينا ليه ذوق معين، ممكن حاجه تعجبك انت وما تعجبش غيرك. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد بيحب الهدوء والراحه، وان المكان يكون الوانه هاديه وبسيطه ومفيش ديكورات كتير على الحيطه، يعني مجرد سرير ومكتب ودولاب وخلاص. وتلاقي واحد تاني بيستمتع بالدوشه حواليه وعايز كل حاجه في الاوضه عنده، طبلوهات بقى واستيكرات والدنيا تبقى هيصه عنده. في ناس بتحب مجالها وشغلها ومش عايزه تخرج بره المود ده خالص، حتى في الاوضه بتاعتها. دكتور بقى، مهندس، مبرمج، فوتوغرافر، بيكون ده بالنسبه لك الركن الدافي بتاعك، بحيث لما انت تكون مخنوق بتلجأ له وتروح تقعد فيه. وعندك الناس بقى اللي بتحب الجيمنج وعايزه جو المنافسه، وان يكون المود مجنون عنده شويه والاوضه كلها انوار والدنيا هيصه بالنسبه له. وعندك بقى اللي بيحب يعمل ركن على جنب كده بيحط فيه كرسي هزاز اللي هو الخشب ده، او ممكن يحط ليزي بوي وجنبه ترابيزه صغيره كده ويقعد بقى يشرب قهوه او شاي ويقعد يفكر في اللي هو عايز يفكر فيه. دي تقريبا بتكون الافكار ومتطلبات لبعض الناس اللي بنلاقيهم محتاجين الحاجات ديت في الاوضه بتاعتهم. فانا هسيب لك صور وافكار هتظهر في اخر الفيديو، شوف بقى واتفرج وشوف انت بتحب ايه. ولو في حاجه معينه في دماغك وبتدور عليها قول لي في الكومنتات وانا اساعدك. اعمل بقى سبسكرايب عشان تشوف كل جديد وتابع الفيديوهات اللي احنا هنعملها. انا عماد علي، انتيريور ديزاينر، وبعمل فيديوهات علشان افيدك. سلام.